لكل حد بيحب الساعات. عمركم فكرتوا ايه اكتر البراندات اللي بتديكوا افضل جودة وستايل وثقة من غير ما تصرف كتير؟ في الفيديو ده هكلمك عن 10 ماركات كلهم اجمد من بعض، والفيديو ده انا عامله مخصوص في الساعات اللي تحت $1000 علشان لو عايز ساعة تكون بالنسبة لك ساعة كويسة وشيك واعتمادية ويكون سعرها مناسب تحت $1000. لو انت عايز تدور على حاجة بالنسبة لك تكون كفيرست بيس في الكوليكشن بتاعك، فالفيديو ده هيكون مناسب ليك، وهتلاقي المناسب بالنسبة لك في ال10 ساعات او في ال10 براندات اللي هنتكلم عنهم في الفيديو ده. فتعال معايا في الفيديو ده اقول لك على ال10 براندات دول وكل ساعة فيهم اللي بتديك قيمة مقابل كل دولار بتدفعه او كل جنيه، براحتك احسبها زي ما تحسب. اهلا بيك، انا معتز، فتعال نبدا الفيديو مع بعض، يلا. اهلا بيك من جديد. قبل ما ابدا اكلمك في كل البراندات خليني اقول لك خليك معايا لاخر الفيديو علشان هتلاقي الساعه اللي انت عايزها بالسعر اللي هيناسبك في الرينج اللي تحت $1000. نبدا باول ماركه اللي معروفه بالدقه والعمليه وكمان الاسعار المنافسه اللي في السوق، وهو براند كاسيو. ساعاتهم الرقميه والكلاسيكيه ملهاش منافس كتير، حتى كمان عندك اختيارات اقتصاديه تحت $40 زي الاف 91 دبليو والاي 158 وكمان الاي 168، واتكلمت عنهم الفيديو اللي فات. لا عايز تشوفه هتلاقيه هنا او هنا. بالمناسبه عايزين نوصل الفيديو ده اعلى لايكات ممكنه، ولو عرفنا نعمل شير مشاركه مع اي حد بيحب الساعات او لو ما بيحبش عشان نوسع المحتوى بتاعنا والمجتمع في حب الساعات. شكرا لكل حد بيعمل كده عشان يشجعنا ونكبر سوا. نكمل بقى بالنسبه للبراند كاسيو. انا شايف ان ساعاتهم كلاسيكيه واعتماديه وتمشي معاك في اي ستايل. عايز اوفيشال موجود، عايز كاجوال موجود، عايز كمان رياضي ديجيتال موجود، وكمان في عندهم التنوعات في الجي شوك ممتازه جدا. اما بقى لو عايز حاجه تكون كلاسيك اكتر فهتعدي على خط الكاسيو اديفيس، وهتلاقي سعرهم حوالي يتراوح من ال 250 ل $350. وفي الخط بتاع كاسيو اديفيس ده بالذات هتلاقي فيهم موديلات كرونوجراف شكلها خرافي جدا، وكمان بتقدر تنافس الماركات العاليه في الشكل والوظائف. فخليني افرجك على كام ساعه كاسيو علشان تعرف تحدد ما بينهم. نعدي على تاني براند، والتاني براند ده هو صنع روسي 100%. ولما نذكر صنع روسي فهنذكر اسم فوستوك. هي ماركة مشهورة بساعات الغوص وكمان ميكانيكية. يعني مثلا عندك اي حد بيحب ساعات الغوص فهو هيحب الاديشن بتاع الامفيبيا من فوستوك لان هي تصميمها قوي وكمان ميكانيكيه، وسعر الساعه بيتراوح من 150 ل $250، وده سعر ممتاز بالنسبه لساعات اوتوماتيكيه وكمان مخصصه للغوص. اما بقى بالنسبه لتصميم الساعه فهو تصميم روسي عتيق ومميز. نعدي بقى على البراند الثالث وهو اورينت. في كتير طبعا طلبوا مني في التعليقات ان انا اتكلم على البراند ده، وعشان كده انا هخصص لاورينت حلقه لوحديها، ولكن في الفيديو ده انا هكلمك عن ساعه جميله جدا في اورينت، فاستنى معايا دلوقتي لحظات بس هقولك عليها. A few moments later. خليني بس اقولك نبذه سريعه كده ان اورينت هي ماركه يابانيه متخصصه في صناعه الساعات الاوتوماتيكيه اللي بيكون سعرها حلو بالنسبه للقيمه اللي بتديها لك. This aims to fulfill its brand mission of providing practical and high-quality watches to customers around the world at affordable prices. وخليني اقول لك كمان ان هي بتتصنع كليا عندهم. يعني مثلا هكلمك على ايقونه الاورينت بامبينو. ساعة ممتازة جدا كلاسيك، ولو عايز اي حاجة تمشي معاك في الاوفيشال في فرح ميتنج يعني تمشي معاك في حاجات كلاسيك، فالاورينت بامبينو دي ممتازة وبسعر $200 بس لو عايز تختار اي ساعة من الساعات اللي في ال10 اللي هكلمك عليهم الساعة دي ممتازة. خليها معاك كده اكتبها على جنب لغاية لما نوصل لل10 كنت تغير رأيك. اما بقى في نفس البراند لو عايز حاجة تكون سبورتي شوية فهتعدي على الاورينت ماكو 2. هي ساعة غوص متينة وعقارب مضيئة وكمان البزل بتاعها دوار او راوند البزل، وسعرها حوالي من 200 ل $250. فده يثبت لنا ان اورينت بتدي لك ساعه بقيمه حلوه وعاليه وكمان اوتوماتيك بسعر رخيصه في السوق، يعني منافس للساعات الاوتوماتيك واللي فيها كومبليكيشنز. رقم 4 البراند اللي واكل سوق الساعات واللي هو سيكو. سيكو براند جميل كده لذيذ تحسه شغال في صمت وبيديك كل حاجه في كل الفئات من ليفل 1 لليفل 10. فخليني اكلمك عن براند سيكو بمزاج، ففتح معايا كده عشان ممكن تختار لك حاجه من سيكو. مبدئيا كده سيكو هي اكتر البراندات اللي فيها لسته متنوعه جدا.
beautiful. سواء ميكانيكال او سولار او كوارتز. سيكو عندها حاجه لكل واحد، وكمان في اسعار تتراوح من تحت ال $500. يعني عندك مثلا ساعات السيكو 5 سبورت كاجوال واعتماديه وكمان ممتازه لاي حد عايز ساعه افري داي تلبسها كل يوم. او عندك ساعات الغوص من سيكو اللي هو البروسبكس، فيها موديلات جامده جدا. ولو بتحب الديتونا باندا او لو بتحب الاوميجا سبيد ماستر فاكيد هتحب السبيد تايمر من البروسبكس. قطعه فنيه وجميله وبسعر منافس جدا بالنسبه للديتونا باندا او بالنسبه للاوميجا سبيد ماستر، وانصحك لو معاك ثمنها ممكن تشتريها. اختيار ممتاز جدا تحت فئات ال1000. فانت كده عندك الاوريون بامبينو وعندك السبيد تايمر، ولكن طبعا في اختلاف. البامبينو دي كلاسيك ودي يعتبر سبور شويه، فانت ممكن تجيب الاثنين لو معاك الامكانيه فهات الاثنين. بالنسبه للبروسبكس سبيد تايمر هي مقاومه للميه ومتينه جدا وشكلها ممتاز. اما بقى عندك خط البريساج. يا سلام على الجمال. خط البريساج ده تحت $1000 وبيديك كلاسيكيه جميله. يعني انا ممكن احط منافسه البريساج مع الاوريون بامبينو، الاثنين جماد، بس ممكن انا عارف انك ممكن تحتار بين الاثنين، ولكن انا ممكن افضل البريساج عن الاوريون بامبينو لان البريساج فيها الكوكتيل ستايل، فبتديها الكونتراست بتاع الدايل بتاع البريساج جبار. فانت هتكون في حيره ما بين الاوريون بامبينو او البريساج من سيكو. الاثنين كلاسيك، الاثنين جماد، الاثنين اختيارك انت. نعدي على 5 براند معنا وهو السواتش. والسواتش برضو كتير طلب مني ان انا اتكلم فيه على حلقه خاصه، وان شاء الله برضو هتكلم فيه على حلقه خاصه. بالنسبه للسواتش هي بتمثل الاشكال الفانكي والالوان والوزن الخفيف. سواتش هي ساعات سويسريه 100% وبتعمل ساعات مقابل سعر منخفض جدا. اسعارهم غالبا بتتراوح من $80 ل $200. يعني عندك مثلا ساعه السواتش سيستم 51 رهيبه في الشكل، هي اوتوماتيك وحركه مرئيه، وطبعا تصميمها الغريب بيخليها ملفته للنظر. سواتش حتكون مناسبه ليك لو انت عايز حاجه ممتعه وجميله وسهله الاستخدام. رقم 6 وهو سيتيزن. معروف ان هي مشهوره بخاصيه الايكو درايف، والفيديو ده انا اتكلمت فيه عن سيتيزن. والايكو درايف يعني ساعات شمسيه مش محتاج بطاريه، وعندك حاجات من سيتيزن ممتازه. لو عايز حاجه كلاسيك ممكن تلبس التشاندلر، ولو عايز حاجه برضو سبور شويه ممكن تلبس البرو ماستر تحت فئه $500 وبتديك تحمل ودقه واداء. الساعات دي مثاليه لو عايز حاجه سهله شحن بالضوء وانيقه سواء للكاجوال او الشغل. رقم 7 ما ينفعش نذكر التوب 10 في الساعات اللي تحت $1000 وما نذكرش التيسو. دلوقتي انا هكلمك على التيسو وبراندات حلوه فيها، وعايزك تعرف ان تيسو هو براند سويسري 100% وبيديك اسعار ممتازه بدقه وتصميم وجمال. وطبعا معروف دلوقتي ان الساعه الترندي من تيسو هي البي ار اكس، عندك فيها الاوتوماتيك وعندك فيها الكوارتز، وطبعا سعرهم تحت $1000. وبرده عندك ساعه من تيسو زي التيسو بي ار 100 او التيسو ليليوكولي كلاسيك. الكريستال بتاعها بيكون سفير وطبعا تحت الفئه السعريه $1000. البراند ده هو الاختيار المناسب بالنسبه لك لو انت عايز مكنه سويسريه 100% من غير ما تدفع كتير، وكمان بتجمع ما بين الشكل والدقه والمتانه. البراند رقم 8 بلوفا، هي ماركه امريكيه معروفه بالدقه والتصاميم المبتكره. اختيارات تحت $500 من بلوفا زي الكلاسيك اوتوماتيك، وبرده عندك اللونر بايلوت كرونوجراف بتصميم مستوحى من الطيران. رقم 9 البراند ده انا بحبه وحقيقي انا بحسه مميز كده ومنفرد عن اي ساعه ثانيه، هو هاملتون. هو براند بيمزج ما بين التراث الامريكي والحنفيه السويسريه، وسلسله كاكي فيلد وجاز ماستر هي اختيارات ليك تحت $1000 من هاملتون. الساعات دي فيها حركه اوتوماتيك قويه وتصميم متعدد الاستخدامات ومثاليه للاستخدام الكاجوال والاوفيشال. هاملتون هو براند مميز، ولو عايز حاجه مستوحى من الماضي بشكل كلاسيكي فارجح لك هاملتون، وكمان خصوصا انه ظهر في فيلم انترستيلر الايقونه من الافلام اللي حصلت في التاريخ. خليني بقى اقول لك قبل ما اكلمك على البراند رقم 10 خليك معايا للاخر عشان هقول لك ايه اختيارات ال3 ساعات اللي انا ممكن ارجحهم لك علشان تعرف لو حابب اختياري وتختار على اساسه، فهقول لك في اخر الفيديو. اخيرا البراند رقم 10 هو براند صيني، ولكن في ناس كتير عملوا عليه ريفيوهات ورجحوه، بس ما رجحوهوش علشان الصيانه بتاعته بيكون فيها كومبليكيشنز ومش اي حد بيصين الساعه، فممكن ده يكون العيب بتاع الساعه دي. والساعه دي هو من براند اسمه سيجال، هي ماركه صينيه مشهوره بالابتكار الميكانيكي باسعار لا تقارن. يعني عندهم ساعه السيجال 1963 كرونوجراف، هي ساعه ايقونيه وانا شايف ان شكلها مميز، وكمان الكومبليكيشنز بتاعت الموفمنت بتاعتها
نفسها لا بأس بها، بالذات لبراند صيني وبالذات في السعر ده. تصميم كلاسيكي وحركة اوتوماتيكية والسعر لا يتجاوز ال $500. ساعات السيجل هي ممكن تكون بوابة لو انت عايز تبقى كوليكتورز ساعات، وبالذات لو عايز ساعة تكون ميكانيكال وبيكون فيها كومبليكيشنز في الموفمنت بتاعتها، فممكن تبدأ بالبراند ده، خصوصا ان سعرها حنين في فئة الساعات اللي فيها الموفمنت اللي زي كده. وبكده انا كنت كلمتك عن 10 ماركات ساعات في فئة تحت $1000، كلهم مذهلة وكلهم بموفمنت ممتازة، وكمان في منهم كلاسيك، في منهم ديجيتال، في منهم سبور، في منهم دايفنج، فممكن تختار اللي يناسبك. ولو عايز اي ترشيحات تانية ممكن تكتب لي في التعليقات وهقولك على ترشيحات مميزة ليك. ولو عايز ترشح لي انت حاجة اتكلم فيها عن الفيديوهات الجاية اكتب لي في التعليقات عشان اتكلم فيها في الفيديو الجاي. اما بقى بالنسبة للفيديو لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وعايزين نوصله لاكتر عدد لايكات ممكن عشان ينتشر باسرع وقت وعشان نكبر المجتمع بتاعنا في حب الساعات. وكمان لو عملت شير يا سلام اكون ممتن ليك من كل قلبي. اللي اشترك في القناة بقى عشان تعرف عن الساعات اكتر المرة الجاية. وقلت لك في اخر الفيديو هكلمك عن 3 ساعات اللي انا ممكن ارشحهم لك في الفيديو ده، فانا ممكن اختار الحاجات الكلاسيك، هتكون الاورينت بامبينو او هتكون البريساج او هتكون الهاملتون، حاجه من الثلاثه دول. اما بقى بالنسبه للحاجات السبور فانا هختار السبيد تايمر من سيكو الاديشن بتاع البروسبكس، ممتازه جدا بالذات لو انت بتحب الرولكس دايتونا او بتحب الاوميجا سبيد ماستر. وكده انا اكون خلصت الفيديو، وما تنساش عشان اشوفك الفيديو الجاي عشان انا بحب اشوفك دايما. شكرا ليك، ولو عندك اي حاجه تحسن في المحتوى اكتب لي في التعليقات عشان نكبر مع بعض سوا. سلام.